من ملفات الغربة خيانة العشرة. خيانة العشرة بعد 35 سنة جواز، زوجة تشوفها تقول ما اتجوزتش، عندها حاجة و50، تشوفها تقول عندها 19 سنة، جمال ورشاقة وأدب، مفيش غلطة بصراحة. مش بقول كده علشان أنا أعرفها معرفة شخصية، لا خالص، بس أنا بتعجب إن الزوج بعد العمر ده كله ينتهز فرصة غياب أولادها ويقول لها أنت تنزلي في الشارع في الغربة. لو هي ست مش حكيمة أو ست مش عاقلة كانت ورطته في مشكلة كبيرة، لكن هي كانت ست حكيمة وعاقلة، واتصلت بصاحبتها وصاحبتها جابت لها فلوس وحجزت لها الليلتين اللي هو كان زعلان فيهم في فندق، لأن طبعا مفيش حد ينفع يروح لحد، انتوا عارفين نظام الشقق هنا صغيرة والدنيا يعني ايه مش زي مصر الواسع بقى والبراح بتاعنا، وقاعدين بدل في الدور 2 و3 وقافلينها. في مشاكل كتير، يعني في ما شاء الله ماما نونا بتحل المشاكل دي، وفي قرآني حياتي بتحل المشاكل دي. يمكن هما ما بيناموش والله من المشاكل دي، وبتجيلهم مشاكل كتير ربنا يبارك فيهم. فانا بقول ايه بقى، يعني نراعي بعض شويه في الغربه، ملوش لازمه. انت زعلت، انت الراجل تسيب البيت، مش الست اللي انت ترميها في الشارع بعد كام سنه وكام و30 او كام و40 سنه جواز، ترميها في الشارع بلبس البيت وحضرتك قاعد في البيت في الغربه. طب هي هتروح فين؟ وبعدين الست بعد 40 سنه خلاص، ان كان ليها اهل ام او اب بيبقوا ماتوا، ان كان ليها حق في بيت ابوها اخدته. فايه يا جماعه، ايه اللي جرالكم؟ نتقي الله شويه.